الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. ربنا يا رب كده يجعل أيامكم كلها أعياد وفرح وهنا وسعادة. تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة شارك معاكم في تجهيزات العيد وأجواء العيد في بيتي، إن شاء الله يعجبكم. انزلوا تحت حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وكملوا الفيديو للنهاية. روتيننا النهارده حلوين بقى، هيبدأ كده من بالليل، ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب. عيد الأضحى المبارك، ربنا يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات. دي بيجامات العيد. كل سنة وانتم طيبين بقى. جبتها كده لبناتي، واحنا في عاداتنا ان احنا بنجيب البيجامات ديت بنلبسها لهم ليلة العيد، يعني بيستحموا كده ويلبسوا حاجة نظيفة ويلبسوا حاجة جديدة. خلاص. دي البيجامات، دي بيجامة بنتي الصغيرة، والبيجامة اللي قبل دي كانت بتاعت بنتي الوسطانية. البيجامة البيضة دي بتاعت بنتي الوسطانية اللي هي عندها 10 سنين، والبيجامة الصغيرة بتاعت بنتي الصغيرة. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم لي ويبارك في أولادكم جميعا ويرزق كل مشتاق. خلاص. جبت لهم بقى توك برضو للعيد ولبس الخروج. انا ما صورتش لبس الخروج، هو كان عندهم من العيد الصغير. يعني انا في العيد الكبير الصراحة ما بشتريش لبس عيد، فاستكفيت ان انا جبت لهم البيجامات. خلاص. ودي بقى كنت برسم لهم كده رسومات على ايديهم، زي الحنة كده. هو سائل كده خفيف وبيثبت على طول، بينشف على طول، يعني مسافة ما تحطيه بينشف. ودي رسومات كده بتتجاب برضو معاه. الورقة من دولت بحوالي 5 جنيه أو 10 جنيه، مش فاكرة. بس أنا الصراحة مش جايباها اليومين دول، أنا كنت جايباها من فترة. خلاص. رسمت لهم كده بقى وفرحتهم. انتوا عارفين الأطفال بيفرحوا بالحاجات دي قوي. خليتهم كده يختاروا الحاجة اللي هم عايزينها ولزقتها لهم وحطت لهم الحنة، وكانوا فرحانين جدا 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 وأنا بعمل لهم. وهي أساسا فرحة العيد في فرحة الأطفال، سبحان الله العظيم. يعني إنسان ما يعني إحنا خلاص كبرنا، يعني ممكن إيه ما عدناش بنحس بالفرحة اللي كنا بنحسوها زمان وإحنا صغيرين. بس أنا دلوقتي من أول ما بناتي يعني وأولادي بدأوا يكبروا، بدأت أعيش معاهم فرحة العيد. يعني أنا من لما كانوا صغيرين وأنا خلاص بعد ما اتجوزت وعيالي كانوا لسه صغننين كده بيبيهات، أنا ما كنتش الصراحة يعني ما كنتش بحس بفرحة العيد. وكنت خلاص بقى أنا كبرت ما عادش فيه بهجة للعيد وكده والكلام ده كله. بس أول ما بناتي بدأوا يكبروا وأولادي بدأت تكبر وكده، وبدأت إن أنا بقى إيه أعمل لهم كده روتين للعيد الطقوس اللي هي بتاعة تجهيزات العيد بتاعتنا كلنا اللي احنا عارفينها. بدأت أحس تاني بفرحة العيد وبقيت باشوف طفولتي فيهم. فاهمين؟ بافرح لمّا باجيب لهم حاجة جديدة، بافرح وأنا باعمل لهم حاجة زي الحنة. الحاجات ديّة بتفكّرني بطفولتي أصلًا. فربنا يبارك في أولادنا جميعًا يا رب ويحفظهم ويرزق كل حد محروم ومشتاق للأولاد. نفخنا بقى شوية بلالين، الصلاة بتاعتي ديّة أنا أول مرّة أصوّرها وتظهر على القناة الصراحة. جِبت بقى البلالين كده وخلّيتهم بقى هُم اللي نفخوها. كان شكلها مبهج جدًا، البلالين بتعمل فرحة برضه كده كده كنت باولّع شوية بخور يغيّر كده ريحة الجو ويدّي طاقة إيجابية برضه، لإن البخور سبحان الله بيطرد الحاجات اللي هي اللي مش حلوة، مش عايزين نجيب سيرتها. ولو مزاجِك مش حلو أو مودِك مش حلو، ولّعي كده شوية بخور وهتلاقي الدنيا اتضبطت على طول. هنا بقى كان خلاص وقت صلاة العيد، وفتحت الشباك كده لقيت التكبيرات بدأت تشتغل، والناس كده بدأت تروح برضه صلاة العيد، والعربيات اشتغلت والناس بتخرج من بيوتها ورايحين الصلاة.
دخلت بقى المطبخ كده عشان احضر الصينيه بتاعه الضيافه. حطيت فيها شويه شوكولاتات، وجبت الترمس كده عصرت عليه ليمون، وحطيت عليه شويه من الكمون وشويه من الشطه. الكمون أي حاجة فيها، يعني أي حاجة فيها زي الحبوب اللي هي الترمس، البقوليات، الحاجات ديّة بتحب الكمون، عشان ما تعملش انتفاخات وكده يعني، تمام. زوّدت شوية كمان عشان حسيتهم شوية صغيرين شوية. أنا ما ليش في الترمس أوي، يعني ممكن شوية دُولة يقعدوا يعني إيه، ما بيخلصوش بسرعة، وممكن أعمل النُص كيلو يقعد عندي كتير أوي. حطيت كمان لِب وكده، يعني ضيافة بسيطة وما فيهاش أي تكلفة يعني. دخلت بقى المطبخ عشان أحضّر الأكل وأجهّزه. جِبت حلة كده على النار وبدأت أسلُق اللحمة. حطيت المَيّة المغلية الأول، أول ما المَيّة بتغلي بانزل بقى باللحمة فيها. وأول ما الريم يتجمّع كده على الوش باشيله بالمنظر ده، باشيله بالمصفى علشان خاطر آآ أعرف أشيله كويس، لإن بالمعلقة مش باعرف أشيله كويس. خلاص. وضِفت ليه كده بصلاية وطماطماية متقطّعة وبس على كده، وأحط عليه شوية فلفل أسود وبس. أنا مش باحط أي بهارات على اللحمة، لا حبهان ولا مستكة ولا ورق لورا ولا أي حاجة خالص. باحس إن هُم بيغيّروا طعم اللحمة، وأنا باحب طعمها اللي هو الطبيعي بدون أي منكهات. اللحمة استوت زي الزبدة ما شاء الله، والشوربة بتاعتها كانت جميلة جدًا. آآ زي ما أنتم شايفين هي الشوربة باينة قدّامكم. بس زي ما قُلت لكم ما باحبش أحط عليها أي بهارات. هابدأ بقى في تجهيز الرز. هاعمل رز مدسوس. الرز المدسوس أنا باعمله زي ما أنتم شايفين كده، باحط الرز باغسله وباعايره. يعني أنا ب ال ال الكنكة اللي أنتم شايفينها باحط بيها اللبن ديّة، أنا معايرة فيها رز، عاملاها مرتين رز، فباحط عليها اللبن قد الرز بالضبط، تمام. يعني كوباية الرز عليها كوباية لبن على مَيّة. يعني أنا حاطة مثلًا الكنكة ديّة عبارة عن مرّة ونُص لبن ونُص مَيّة، تمام. زي ما أنتم شايفين المنظر قدّامكم الرز باين أهوّة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل جدًا، ووشه أحمر وزي الفل، وبيستوي يعني من الجنب زي النُص زي كُلّه. أهم حاجة إن أنتِ تكوني معايرة الرز، يعني وتبقي مضبّطاه على قد الصينية برضه، علشان خاطر ما يطلعش الرز زيادة عن الصينية بتاعته، تمام. هنا بقى بدأت أجهّز العيش بتاع الفتة، وباقصّه كده بالمقص، تمام. عايزة تقطّعيه بإيديكِ عادي قطّعيه، بس بالمقص يعني بيبقى شكله حلو. بادهن بقى كده العيش بالزيت، ولو أنتِ عايزة تدهنيه مثلًا حتّة سمنة بلدي، حتّة زبدة، يبقى أحسن طبعًا. بس أنا دلوقتي كان المتاح عندي ما فيش غير الزيت، فأنا دهنته بالزيت. وهاحطه بقى في الفرن جنب الرز وهو بيستوي. يعني أنا كنت موطية الرز بقى علشان الرز كنت موطية الفرن عشان الرز كان بيتلدن. ف ف فاتحطيت بقى صينية العيش كده جنبه، بدأت تتحمّص كده على الهادي، من غير ما تتحرق ولا يجرى لها حاجة. خلاص. على بقى ما العيش يتحمّص كويس والرز يستوي، هاعمل كده بقى الصلصة بتاعة الفتة. حطيت كده معلقة صغيرة من التوم في شوية زيت، وهابدأ أنزل عليهم كده لمّا يبدؤوا يتحمّروا. يعني أول ما اللون يتغيّر شوية بتنزلي عليهم بالخل كده، تطفيه بالخل، تمام. وبعدين بتضيفي كده الصلصة بتاعتِك. وحطيت كده عبارة يعني يعتبر كوباية كبيرة من الصلصة أو عصير الطماطم، تمام. وحطيت بقى الفلفل والكمون، يعني ضبّطت البهارات بتاعتها وبس كده. هاسيبها بقى لمّا تتسبِّك خالص، وبعد ما تتسبِّك بابدأ إن أنا أضيف عليها، أزوّدها كده شوية من الشوربة، تمام. يعني هي كده بدأت تتسبِّك أهي، وتقلت. هانزّل بقى عليها كده شوية شوربة. خلاص. طبعًا الشوربة أنا كنت ضِفت الملح، بس ما ضِفتش الملح غير يعني في نهاية التسوية، يعني قبل السِوَى بحاجة بسيطة باروح ضايفة الملح، تمام، عشان اللحمة ما تشدِّش معاكِ وتغيب في السِوَى. خلاص. هنا بقى كنت جايبة بطيخة، قُلت أمّا أكسرها كده وأحطها في التلاجة عشان تلحق إيه، تبقى ساقعة وكويسة.
البطيخة طلعت حمرا وجميلة. هابدأ بقى أغلفها كده بكيس عشان خاطر ما تاخدش من ريحة التلاجة وما تدبلش برضه، تفضل محافظة على يعني تفضل فريش. تمام. وهاقول لِك بقى لو ما فيش الستريتش اللي هو البلاستيك، ممكن تجيبي كيس من بتاع اللبن عادي خالص وتقطعيه كده وتقفلي عليها برضه، هتبقى كويسة وهتلزق وتبقى حلوة. طبعًا أنا غاسلة البطيخة قبل ما أقطعها، فالكيس بيروح لازق عليها على طول. بس. وهنا كنت عاملة السلطة، أقسمها برضه كده على طبقين. طبعًا حاطة عليها السلطة أمّا تقطعيها ما تحطيش عليها الملح والخل غير يعني وقت التقديم. يعني أنا كنت مقطعاها وحاطاها في التلاجة، وساعة التقديم رُحت حاطة عليها الملح والخل. هنا الفتة كانت العيش كان نشف أهوّة واتحمّص، والرز كمان ما شاء الله استوى وبقى زي الفل. شايفين بقى الصينية عاملة إزاي؟ ما شاء الله يعني عاملة زي الكيكة يعني، حلوة جدًا. اعملي بطريقتي وإن شاء الله يطلع معاكِ زي الفل. طبعًا في ناس بتعمل الفتة بالرز اللي هو بتسلقه رز عادي، بس أنا باحب الرز المدسوس، يعني بالذات في العيد باحب إن أنا أدس رز كده برضه الرز لمّا بيبقى معمول باللبن بيبقى حاجة كده عالية يعني. هاضيف كده الفتة بقى العيش بتاعنا، هاسقيه شوية شوربة كده صغيّرين، وبعدين أحط عليه شوية من الصلصة. وبس كده بقى، أحط الرز على الوش، وبعدين بقى أزيّنه كده بشوية من الصلصة تاني. شايفين بقى الرز عامل إزاي؟ ما شاء الله عامل زي بيطلع الخُرَط عاملة زي الكيكة. حلو جدًا، جرّبيه بطريقتي وإن شاء الله يطلع مضبوط. ولو عندِك زبدة بقى تحطّي عليه كده على وشه زبدة، بس أنا اللبن اللي أنا عاملاه بيه كان ما شاء الله لبن دسم يعني، فمطلّع الرز حلو جدًا. هاضيف كده شوية من الصلصة بتاعة الفتة ديّة على وش الرز كده، يعني كان طريقة للتزيين وبس. واحط اللحمة على الوش، وعايزة تحمّري اللحمة حمّريها، أنا حطيتها مسلوقة، استكفيت يعني إن أنا أحطها مسلوقة. قُلت كفاية بقى دهون، لإن أنا يعني باحاول أنظّم أكلي شوية الفترة دي، فمش عايزة بقى إن أنا أحمّر الحاجة وكده وتبقى مليانة دهون. تمام. كده خلّصنا فتة العيد، كل سنة وأنتم طيبين. وده كان الغدا بتاعنا، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كده تنعاد علينا وعليكم الأيام بخير. بعد العصر بقى نزلنا كده عشان نروح نعيّد بقى على الجماعة في البلد، البلد بتاعتي. طبعًا أنا متجوّزة في بلد غير اللي أنا كنت موجودة فيها، أنا متجوّزة في المدينة، بس البلد اللي أنا منها أصلًا جنب المدينة على طول. فنزلنا بقى رُحنا وكان يوم حلو جدًا. طبعًا أول يوم العيد يعني الشوارع تحس إن هي فاضية شوية بالنهار، بس بالليل بقى بيبدأ بقى الشباب بقى يخرجوا، الناس تخرج بقى تتفسّح و ويقضّوا بقى العيد. هنا ده مدخل البلد بتاعتي أهو، كده إحنا داخلين على البلد بتاعتي. آآ طبعًا أنا متجوّزة بقى لي فترة طويلة، بقى لي حوالي ما شاء الله يعني لا قوة إلا بالله، بقى لي حوالي 16 سَنة، 16، 17 سَنة. هنا الشارع بتاعنا أهو، والحتّة ديّة واسعة كده قدّام البيت، ولقيت بقى في مراجيح بقى محطوطة وكده والعيال الصغيّرة بيلعبوا في المراجيح. ربنا يسعد الدنيا كلّها يا رب. خلاص كده أنا بقى نزلت ودخلت بقى قضّيت بقية اليوم، ورجعنا تاني بقى. أنا ما صوّرتش بقى وأنا هناك عند الجماعة. طبعًا أنا كنت عندي أخويا الكبير أبو عمار، ربنا يا رب يدّي له الصحة كده ويبارك له في عمار وفي عياله، ويشوفهم أحسن الناس، ويبارك في أم عمار. أم عمار ديّة أختي وحبيبتي ومرات أخويا وكل حاجة ليّا. ربنا يدّيها الصحة يا رب، وأقول لها أنتِ حبيبتي يا أم عمار، ربنا يبارك فيكِ كده ويجعلِك دايمًا كده فاتحة البيت ويبارك لِك في أولادِك يا رب. طبعًا هنا بعد ما روّحت بقى الطريق وإحنا مروّحين، زي ما أنا قُلت لكم بقى الدنيا بدأت تتجمّع والشوارع بقى تتملي والشباب خارجين والدنيا بتعيّد بقى يا جماعة. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. ده كان أول مرّة إن أنا أصوّر روتين في العيد، أتمنى يكون روتين حلو وما أكونش ضيفة تقيلة عليكم،
وبس كده، كل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة.